لا 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 تعالى هنا امسك نفسك. حلو المايكات دي كده، باين ان انا هقول حاجه مهمه. هنتكلم بقى عن الخيار. في حياتك كلها انت بتشوف خيار كتير قوي، خيار في السلطه، خيار في المخلل، خيار عند الراجل بتاع الخيار. بس تفتكر انا جايبك ومقعدك قصاد القعده الحلوه دي علشان خاطر افرجك الخيار ده؟ طبعا لا، انا النهارده جايب لك اغرب خيار ممكن تشوفه في حياتك، الخيار الافريقي. شايف شكل الخيار الافريقي عامل ازاي؟ نسيب الخيارتين بتوعنا دول هنا كده ونركز في الخيار الافريقي. الخيار الافريقي ده واحد من اغرب انواع الفواكه اللي ممكن تشوفها في حياتك. فواكه فواكه، ده فاكهه مش خضار، بس هو اسمه خيار، خيار افريقي. شكله زي ما انت شايف كده، اللون الاصفر، النتوءات اللي خارجه بره الثمره اللي انت شايفها دي، خد بالك النتوءات دي حاميه، يعني عايزك تبص كده هتلاقي هنا كده في سن اهو، يعني لو مسكتها وقفشت عليها كده شويه بايدك هتزعل. غير بقى النتوءات دي، بص عندك كده في العنق بتاعها هتلاقي فيه كميه شوك رهيبه. شايف الشوك؟ وطبعا بما اني بقول لك ان هو الخيار الافريقي يبقى منشأ افريقي، سهل ايه مش محتاجه. تعالى بقى ايه، نفتح ولا نقعد نتكلم شويه كمان؟ تقول معلومات في الاول. خلاص نفتح بقى. ادي الخيار الافريقي وادي الخيار المصري. بص الاتنين مع بعض جنب بعض شكلهم صعب، يعني بص في اختلاف، في فرق في السرعات سيد الرئيس ما بين الخيار المصري وما بين الخيار الافريقي. نفتح نعمل مقارنه. تفتكر احنا محتاجين نفتح الخيار المصري عشان نعمل بيه مقارنه؟ هنفتحه. حافظين طعمه ده يا عم مازن هفتحه لك. نبدا بالخيار المصري طبعا لما اقعدك لغايه اخر الفيديو ازاي. تعال نفتح الخيار المصري بالطول كده اهو، بسم الله اهو. جاهز للمفاجاه؟ بص اول مره في حياتك تشوف طبعا المنظر ده. شايف شكل الخيار المصري عامل ازاي؟ على فكره الموضوع مش تافه، انا عايزك تبص علشان هفاجئك بالمنظر اللي انت هتشوفه دلوقتي. ادي شكل الخيار المصري من جوه، شم ريحته المدارس دي. ايوه الجبنه بالخيار. تعال بقى نفتح الكيوانو بالطول ولا بالعرض؟ خلاص نفتحها بالطول، يلا بسم الله. القشره على فكره تخينه قوي وناشفه قوي. بسم الله. جاهز للمفاجاه؟ يلا بينا بسم الله. اهو اهو اهو، ادي الاتنين جنب بعض، ادي خيارنا وادي خيارهم. ده تعملوه في المدرسه ازاي؟ ده خيار، ريحه الخيار في ريحه انا مش قادر اميزها، في حاجه غلط، ريحه غريبه، مش وحشه بس مش خيار. نجرب بقى ايه، ندوق ال الخيار الافريقي. هو ليه ناشف يا مازن؟ ليه يعني؟ ليه انا مش عارف اكل منه حاجه. بص اهو، وبعدين لونه اخضر. عارف البتاع اللي هو بريديتور لما كان بيتعور نزل دم اخضر؟ ده برده جواه ده يعني اخضر برده، ده خيار فضائيين. بسم الله. بيقول عليه تعالى، انا محدش يقول لي لا. تعالى يا مودي يا جدع، عيب. تعالى يا جدع عيب. يعني خمن كده، ده ممكن يكون ايه؟ حط ايدك كده عليه من بره، خمن بقى ايه ده. هو شبه الدراجون فروت بس مش نفس الشكل بتاعه من جوه. طب استنى، ندوق مودي. انا ما بصدق الاقي حد اعمل عليه تجاربي. لا يا جدع عيب، مش ناس الكرك. يا جدع ما تصغرناش. خد يا مودي. لا 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 تعالى هنا امسك نفسك. ايه اللي انت اكلته لي؟ يا جدع متعه متعه اقسم بالله. ايه رايك؟ جميل. قول الحقيقه، منتهى الشفافيه، قول الحقيقه. ما اتاكلش بجد يا مودي، ايه رايك في طعمه؟ وحش قوي؟ مش قوي بس وحش. هو وحش بس هنك بس مش قوي. طب تجرب تاني يمكن تستطعم اكتر. لا حلو عليا كده. زي ما شفتوا مودي كان رد فعله ايه. تدوق انت بقى مازن. يا جدع عيب، يا جدع ما تصغرناش، يا جدع لا. عشان لو مت ولا حاجه ما نقدر نكمل الفيديو. اقطع لك بقى حته وانت تقوم ايه عاملها كده زي فص البرتقال. مازن حتى مش عايز ان هو يمشي معاه الدنيا ويدوق. ماشي امين. بص هو الطعم باختصار، انت عارف طبعا طعم الخيار لما بنحطه على الجبنه بيهدي الجبنه وريحه الخيار. لا هنا الطعم فيه مزازه. يعني بص كده مازن، لما اجي اعمل كده انت صعب ان انت تجيب اللب من جوه، تحس ان اللب يعني مزنوق جوه البتاعه مش لاقي حد يخرجه. اهو كل ما تدوس تطلع ايه شويه لب. شايف المنظر عامل ازاي؟ الرغاوي دي مش عارف جت منين بس قشطه يمشي الحال يعني. هجرب تاني يمكن اغير رايي. بسم الله. بص انا لو جربت 10 مرات مش هتلاقي غير الانطباع ده. خياره بس فيها مزازه. انت مستوعب الموضوع مريب قد ايه؟ خياره بس مززه، خياره مززه نفس طعم الخيار تقريبا، بس تحس ان انت راشش عليه سنه خل بسنه ملح. واخد لي بالك انت من الموضوع ده؟ يعني انت مش هتدوق. ما هو في الاخر ايه ده، انا خلاص هقول للناس فوائده بعد ما نقفل الفيديو يعني. مازن بيخلع. ماشي طيب بص يا سيدي، هو الكيوانو كمان انت ممكن بدل ما تاكله بالمنظر ده كده انت ممكن تعمله عصير. يعني ممكن يدخل في شويه عصاير علشان خاطر سنه الحموضه اللي موجوده فيه دي ممكن تنفع ان هي تهدي من طعم السكر اللي موجود في العصير او تبوظه خالص. خليني اقول لك ان مع طعم الكيوانو السيء الا انه من الفواكه الغنيه جدا بمضادات الاكسده. وخليني اقول لك كمان ان الكيوانو فيه فيتامين A وسي واي، والثلاثه دول مع بعض كده يعملوا تركيبه مضاده للكانسر. الكيوانو بيساهم في تعزيز صحه الجهاز المناعي. الشيء الهلامي اللي انت شايفه ده بيحافظ على صحه الاوعيه الدمويه. من ايه معرفش، لا انا عايز اوعيتي زي ما هي، يعني لو هحافظ عليها بده انا عايزها زي ما هي. بيساعد في التخلص من الشوارد الحره. اعتقد ان انا بدات اخش في حاله من حب جلد الذات لان انا بدات اكل منه كل شويه. الكيوانو كمان فيه نسبه حديد مع فيتامين سي اللي موجوده بتخلي امتصاصه اسهل للجسم وبتخلي فايدته اعلى.
في ابحاث كتير بتتعمل على الكيوانو دلوقتي علشان خاطر يتم اثبات ان الفاكهه دي بتظبط نسبه السكر في الدم. الكيوانو زي ما انت شايف كده ثمره كلها الياف، وده بيخليها بتساعد جدا في تحسين الهضم. وبما ان الكيوانو فيه فيتامين ايه فده طبعا بيخليها من الفواكه المفيده لصحه العيون. متخيل ان الشيء اللي طعمه وحش اللي انا عمال اكل فيه ده لغايه ما خلصت نص الحبايه بيساعد في تحسين المزاج؟ طبعا في الوقت والظروف اللي احنا فيها دي انت محتاج تزرع لك فدان كيوانو علشان خاطر تحسن مزاجك، وبرده مش هيتحسن. الكيوانو كمان فيه مغنيسيوم وبوتاسيوم وزنك وفوسفور، وفيه كمان بروتين وفوليك اسيد. اهم حاجه لو قررت تخوض التجربه وتاكل الكيوانو خد بالك لان في ناس بيبقى عندهم حساسيه منه. وخليني اقول لك على مفاجاه في الاخر، ان اغلب الفوائد الموجوده في الكيوانو موجوده كمان في الخيار، بس الكيوانو معدي الخيار بمراحل. اكيد طبعا يعني المنظر ده مش هيكون جاي كده على الفاضي. ونيجي لقطه السعر اللي انا عارف انك قاعد مستناها من اول فيديو. كيلو الكيوانو عامل في حدود ال1000 جنيه، فانت ممكن تجيب خيار وتاخد شويه فوائد على قد سعره، انما الكيوانو ب1000 جنيه ما تجيبوش. ليه؟ عشان انا جبته مكانك.